عايز اكلمك في حاجه كده ليها علاقه بالباك اليمين لنادي العين. ممكن اتكلمنا وقلنا في الحلقه اللي قبل كده ان نادي العين قوته بتكمن في الباكين ورحيمي. احنا هنا انا جايب لك حاله بسيطه تبين لك قوه بندر لحبابي اللي هو الباك اليمين، وبرضه جايب لك حالتين ثلاثه بيبينوا قد ايه اللاعب ده في حالة ما انت تقفل عليه زوايا التمرير اللعيب ده بيبقى سلبي جدا، وممكن يعرض فريقه لهجمة تكلفه جون واثنين وثلاثة، وكل ده بالحالات. هنا الكرة هنا في نص الملعب بتتلعب كرة طولية. بندر هنا بيحاول برضو بنفس الطريقة ان هو يضرب التسلل. لو خدنا بالنا هنا اقرب واحد لبندر، فلو انا لاعب المفروض ان انا ماسك المان بتاعي، فانا هشوف ان انا مش ان اللاعب اللي ورايا ده مش خطر، لان انا يعني يعتبر موقعه في مصيدة التسلل. بس المشكله هنا مش جايه من هنا ولا من هنا ولا من هنا، جايه من ابعد لاعب خالص في الناحيه اليمين مغطي التسلل. فاصبح الكره اتلعبت طوليه راحت لبندر، بندر كمل وحط الكره جون. دي قوه بندر. طب الحاله الدفاعيه والمشاكل اللي عند بندر فين؟ الكره هنا مع بندر هنا المفروض ان انت لاعب الدنيا مقفوله قدامك خالص، فمفيش اي زوايا تمرير. اصبح هنا الزوايا مقفوله، ارجع هنا. لا، بندر لعب الكوره هنا فالكوره اتقطعت وراحت تميز باص في هجمه عاديه، مفيش ضغط عليه. الكوره راحت بهجمه مرتده لنادي الوحده، وعدوا اتنين لعيبه وكملوا وراحوا بهجمه خطيره جدا. لو خدنا بالنا دي واحد اتنين ورايحين على 3 مدافعين، الموضوع برضو فيه صعوبة جدا، والكرة راحت الناحية التانية وبقت هجمة بطيئة وعادية خالص. برضو في ماتش الوحدة هنا بندر مكمل بالكرة مقفولة، مفيش زوايا تمرير. نعمل ايه؟ المفروض ان احنا يا اما هنطلع الجناح الطاير ده، او هنرجع بالكرة لورا، او يعني نهدى شوية نشوف الكرة هتروح فين والدنيا زوايا التمرير هتفتح ولا لا. لا، تسرع لاعب الكرة راحت لناحية الجناح ده، الجناح الشمال لنادي الوحدة. راحت الكورة هجمة خطيرة لنادي الوحدة على دفاعات نادي العين بسبب ميس باص. لو خدنا بالنا هنا الكورة هنا دي اتقطعت وطلعت رمي التماس، بس خد بالك كده كام واحد رايحين على 2 مساكين. الكورة دي لو اتخلصت بدري شوية قبل ما تتقطع، انت بتتكلم على 3 رايحين على 2 مساكين. بسبب ايه؟ بسبب خطأ بندر لحبابي اللي انا بقولك قوي هجوميا بس عنده مشاكل دفاعية، قوي هجوميا بس عنده مشاكل في الميس باص في الختام. اتمنى اشوف يعني يحيى عطية الله هيقدر يعمل ايه مع بندر لحبابي، واتمنى ان يعني نستغل الثغرة دي، نضغط عليه، نقدر نستخلص منه الكورة ونروح بهجمات ونخلص. وفي الختام اتمنى ما اكونش طولت عليكم. سلام.